اولا نحب نعبر على الاسف نتاعي، ما نعرفش هما 65 شكون اللي يحسبهم لكن على كل جزء نعتبره هام، رغم اللي كونه ما يمثلش اغلبيه، يمثل اقليه في داخل المجلس الوطني التاسيسي، ما شاركش اليوم في جلسه حوار هي مركزه على الحوار مع الحكومه. وبالفعل هي الفرصه اللي ضيعناها، هما اللي ضيعوها، اللي قعدوا تحاوروا مع الحكومه ما ضيعوهاش. ما ننساوش وان الناس اللي انتخبهم الشعب التونسي انتخبهم باش يوصلوا صوته، مش باش نهار اللي هما عندهم امكانيه باش يوصلوا صوتهم يقولوا السلام عليكم لاسباب يطول شرحها. توا الاسباب يعني فما مغالطه كبيره، ومش مغالطه واحده، العديد من المغالطات. المغالطه الاولى شفت في بعض التعاليق تركيز على مسؤوليه رئيس المجلس الوطني التاسيسي. بالطبع انا نتحمل مسؤوليتي لان انا سير الجلسه، لكن من يحدد الوقت نتاع الجلسات هو المكتب نتاع المجلس اللي ممثله فيه كل الاطياف. نعم. مكتب المجلس الوطني التأسيسي اللي فيه 7 مساعدين يمثلوا تقريبا كل العائلات الفكرية، فيه نائب الرئيس الأول ونائب الرئيس الثاني، ويجتمع دوريا كل 15 يوم ويطرح المواضيع هذه، وهو يحدد يقول هذه جلسة الحوار. نعم، لكي نفهم يعني مكتب المجلس يعني يختارون التوقيت بالانتخابات مثلا؟ لا شنو يختارون؟ مش بالانتخابات، يقولوا هذه جلسة حوار. يقولون أنه مكتب المجلس تمثيلية للترويكا أكثر، يعني من المعارضة اكثر ولا اقل. ما لا مش قضيه، ماناش باش نعاودوا، فما ناس ربما ما همش راضيين على نتيجه الانتخابات، ما يقولوه جهرا، لكن يتصرفوا وكأن الانتخابات لم تفرز اغلبيه واقليه، ومش احنا اللي اخترنا الاغلبيه والاقليه. فما وقت اللي تطرح الموضوع نتاع تشكيل حكومه وحده وطنيه وتطرح الموضوع على كل العائلات الفكريه، فما الناس اختارت عن حريه، وهذه حريتهم وارادتهم، باش يقعدوا في الاقليه وباش يقعدوا في المعارضه. اليوم يلزم كل طرف يتحمل مسؤوليته. المهم هو كونه اولا احنا كيف نحطوا جلسه حوار مع الحكومه. يوم هذايا هو يوم ضائع بالنسبه لاعمال اللجان، وبالنسبه لكل النقاشات والحوارات حول الدستور. هذا يلزمنا نفهموه مليح، بحيث نحاولوا باش الجلسه هذه الحواريه اللي هي دوريه وشهريه، يعني ماهيش هذه اليوم انتهى المساله، يعني الشهر اللي دخلنا له توا في مارس، في اواخر مارس باش تقع جلسه حوار اخرى مع الحكومه. الجلسه هذه تجتمع المكتب في احد اجتماعاته الدوريه ويقول ماذا قال المجلس؟ قال هذه يلزمها تتم في نهار، وباش نعملوا لها جلسه صباحيه وجلسه مسائيه. والنتيجه نتاع هذا هو كونه الوقت المخصص لمداخلات الساده والسيدات النواب المحترمين تقريبا 4 سوايع. عندك ساعه للحكومه في الاول، ثم المداخلات نتاع النواب، ثم المداخلات نتاع الحكومه للرد على استفسارات النواب. هل 4 سوايع هذوما وزعناهم على الكتل، لانها النظام الداخلي كأنه فما عدد من الساده زملاء النواب اللي صادقوا عليه ومن بعد حطوه في القجر ويحبوا يعملوا حويجه على القياس. هذا ما هوش ممكن. المده هذه نتاع ال4 سوايع باش نقسموها على الكتل، ماهيش باش تتقسم على النواب، لان ما هوش معقول، يعني مش منطقي بالمجد. هذا من المبكيات المضحكات، كونه انسان يتصور وانا في جلسه حوار 217 نائب كل واحد باش يتكلم، وقتها بالفعل حكايه الدقيقه تولي صحيحه. اما مش هذا الوضع. التوزيع وقع على بطريقه نسبيه على الكتل، وكل كتله عندها 90 مثلا نائب، ولا عندها 20 ولا عندها 30، باش تاخذ المده الزمنيه وتوزعها على المتدخلين. لكن هناك نواب لا ينتمون الى اي كتله. خذينا لهم بعين الاعتبار باش نعطيهم دقيقتين ولا 3 بالطبع. هو لكن هذا النظام هو مبني على الكتل. ثم قلنا الكتله الصغيره اللي هي فيها 10 نواب برك نعطيوها على الاقل 15 دقيقه، باش اذا كان يحبوا يتكلموا الكل ربما كل واحد ياخذ 3 دقائق. يعني خذينا بعين الاعتبار المسائل هذه. اما ان يقال وان وقع اقصاء وجبروت يعني مسألة غالطة تماما. ثم التركيز على شخصي. احنا وتعرف اللي يدخل في معترك الحياة السياسية متعود بهالظروف هذه وبهالأمور هذه، لكن المهم هو أن المواطن
التونسي اللي انتخبنا اليوم يعرف بالضبط اللي فما نظام داخلي وهو الذي يحدد طريقة تنظيم الجلسات، والرئيس رئيس المجلس هو يطبق بنوع من المرونة، ياخذ بعين الاعتبار الأوضاع. كان من الممكن أنا فما حاجة مقلقتني. الحاجة الأولى هو أن كأنه فما بعض زملاء جايين يجيوا للمجلس مش باش يحاولوا يلقاوا حل، بل بالعكس باش يغتنموا كل الفرص لخلق شوشرة وشوية تهريج إلى غير ذلك. والدليل على ذلك في المسألة هذه، انت قبل ما تجي للمجلس الوطني التأسيسي من البارح بدأت العملية. التشهير بطريقة التنظيم بدأت من البارح على أساس كانوا فما إقصاء. الكتلة الديمقراطية اللي هي عندها 30 نائب عندها 30 دقيقة. شفت قضية الدقيقة للنائب هي باز دو كالكول، يعني ما هيش كل نائب باش يتكلم دقيقة باش يقول على السلامة وبالسلامة، نعرفوها هذه بالمجد، لكن مش هذه الحقيقة. يعني مغالطة لدفع الرأي العام في الاتجاه الغير سليم. إذا وهذه وقعت سابقا. نعم. أنا عرفت كان تتذكروا جلسة الحوار الأولى، يعني نائب من الكتلة الديمقراطية بعد لا وزعوا أوقات وطلبوا وقتها الدوبل نتاع الأوقات، خذوا 40 دقيقة. أحد النواب عنده الحق في 7 دقائق لأن قسمنا فما 6 متدخلين لهذه الكتلة، وقت الوفاة الوقت نتاعو وزدتوا دقيقة في آخر الأقل وخرج وعمل شوشرة وقعد أسبوع يتحدث على الموضوع هذا باعتبار واني انا قصيت الكلمه ومنعت سيد مصطفى. هي ليست الكتله الديمقراطيه فقط من انسحبت، حتى كتله العريض الشعبيه انا ناكد لك وان في الاجتماع هذه بارك الله فيك في الاشاره هذه. احنا نهارت لي اضافه الى قرار والمكتب نتاع المجلس، انا دائما لانه تقاليد قديمه قبل ما نقروا النظام الداخلي نتاع المجلس نجمع الكتل لتنظيم الجلسة باش العباد الكل تبدا مقتنعة ويقع تمشي الجلسة يعني حقيقة بشكل ناجع ومشاركة الجميع. جماعة الكتل ما ثم كان الكتلة الديمقراطية اللي عبرت عن احترازها على طريقة التوزيع، وقالوا لا احنا يلزمنا ما نجموش نتكلموا في نصف ساعة، يلزمنا أكثر. يلزمنا أكثر معناتها يلزمنا نحيوا الآخرين وناخذوا باعتبار فما فكرة جديدة موجودة. والله في بعض البرلمانات الوقت اللي تعطاه للمعارضة والوقت اللي تعطاه للأغلبية نفس الوقت. قلت لهم جيبوا لي واحنا نشبيه المكتب الجلسة نتاع المكتب الجاي نتحدثوا في الموضوع هذا وشبيه تكون طريقة إذا كان يقبلوها الجميع وفما مراجع اللي هي في إطار العمل الديمقراطي وتشريك الجميع، علاش لا؟ هذا ممكن نسلوه. في وسط الجلسة كانوا ينجموا يطلبوا من الجلسة العامة، وهذا ممكن من خلال النظام الداخلي كونه نمدوا في المدة نواصلوا، لكن هذا خلال الجلسة وقت نشوفوا وأن الحوار وشروط الحوار لم تكتمل. أما مش من الأول ناويين قاتلين من البارح بدات الحمله واليوم معناتها انا نمر اللي كان يتقدم في الحوار. نمر الى السؤال الاخر. يعني تحدثت قبل قليل عن النواب الذين لا ينتمون لاي كتله برلمانيه. هؤلاء يتهمون يعني المجلس رئاسه المجلس باقصائهم من الاجتماعات التحضيريه للتحضير الجلسات وعدم اعلامهم بمحتواها، كيف ترى؟ لا فما حاجتين، فما عدم تشريكهم هما افراد. الافراد الله غالب مره اخرى نرجع للنص، احنا صدقنا على نص وما نجمش هما 10 تقريبا او 11 نائب ونائبه محترمين، ما نجمش هما كيفاش نعملوا؟ اذا كان باش يتنظموا ويوليوا كتله ويعينوا شكون ينوبهم باش يبلغ لهم، هذا مجهود مطلوب باش يقوموا به، لكن هما وهم حرار في ذلك اختاروا باش يقعدوا كل واحد بأمة رأسه، يعني يعبر على رأيه وله الحرية في ذلك. احنا ما نجموش في اجتماع فيه ممثلو الكتل نجيبوا ناس اللي كل واحد يمثل روحه، واحد يجيب يمثل 90 نائب، واحد يمثل 30 والاخر يمثل 22 والاخر يمثل. ما الحل بالنسبة الحل هو الإعلام بالطبع، لكن الإعلام يقع في امتلاك كل جلسة. ثم الإعلام هو إعلام عام، النواب هذوما يحضروا في الجلسات نتاع اللجان، يشاركوا في الجلسات نتاع اللجان كلما أمكن ذلك. صحيح وأن النظام الداخلي كيف اللي ضيق عليهم،
لكن هما كأعضاء في مجلس النواب لهم كل الحقوق. واليوم يعني في الجلسة نتاع اليوم خذينا بعين الاعتبار وأن فما أفراد وحدهم ما همش في الكتل وعندهم الحق باش يتكلموا، وعلى الأقل قلنا لهم دقيقتين أو ثلاثة إذا كان فما شكون يحب يقدم. واليوم في التوزيع نتاع الكلمات فما اللي يتكلم 10 دقائق، وفما اللي يتكلم 7، وفما اللي يتكلم 2، وفما اللي يتكلم 3، وفما اللي يتكلم 4، بحسب خيارات الكتل. هي تنظم امورها وتجي تحط لك الاسماء وتحط قدام كل اسم هذا باش يتكلم 3 وهذا باش يتكلم 10. نعم. هذا للاسف فكرتك وصلت. الكتله الديمقراطيه نعم. لم ترد، حبت نظام على قياسها، وهذا نأسف له انا لان هي فرصه بالفعل فرصه. في الوقت سيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، شكرا لك على الحضور. شكرا.